انت بقى القولون العصبي؟ ايوه، واغلب اللي بيشتكوا مني مش فاهمني. ايوه، ما الناس كلها بتقول الاكل هو السبب الرئيسي. الاكل ممكن يزود الاعراض بس مش السبب الاساسي. السبب الحقيقي الضغط النفسي وانا بدفع ثمنه. التوتر يعمل كل ده؟ انا عضو اعصاب. اي خوف، اي قلق، اي زعل مكتوم بيحس بيه جسدك قبل ما يوصل دماغك. بيخلي عضلاتي تتشنج ويظهر ألم أو انتفاخ أو إمساك أو إسهال. طب ليه التحاليل بتطلع سليمه؟ عشان أنا سليم من ناحية عضوية بس شغلي متلخبط. التحاليل مش هتظهر أي مشكلة لكن وظيفتي متأثرة. بيقول لي المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ نظم نومك، اهدأ أعصابك، واستخدم الدواء جزء من العلاج مش الحل كله. القولون العصبي مش مجرد الم، هو بس رساله من جسمك بتقول لك انك بتضغط نفسك زياده. افهم اشاراته ونظم حياتك وقلل التوتر. وبس كده، ما تنساش تعمل متابعه وشير الفيديو مع اي حد عنده مشكله في القولون.